في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تاني خطوة من خطوات تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية، وهي مراجعة الأدبيات، واللي ممكن تكون بحث، مقالة، أو مثلا تقارير منظمات أو حكومات اتعملت من قبل كده عن الموضوع أو الظاهرة اللي انت عايز تتكلم عنها، وعرفنا ايه هي أهمية الخطوة دي. في الحلقة دي هنتكلم عن ثالث خطوة، وهي إجراء البحث. الخطوة دي بتتكون من 3 حاجات: الفرضيات اللي هنحطها، تصميم أو شكل البحث، البيانات اللي هنجمعها. أول حاجة الفرضيات. بعد ما خلاص حددنا الظاهرة اللي هنتكلم عنها وسؤال البحث بتاعها، وبدأنا نجمع معلومات واحنا بندرس الأبحاث اللي كانت مكتوبة قبل كده على نفس الظاهرة دي، بنبتدي نحط فرضية لسؤال البحث بتاعنا، والفرضية دي عبارة عن الإجابة عن السؤال ده بالذات. فلو جينا للمثال بتاعنا، سؤال البحث كان إيه اللي خلى الأطفال تسيب التعليم علشان تشتغل؟ في الحالة دي ممكن الفرضية تبقى الأطفال بتسيب التعليم وتشتغل عشان النظام التعليمي اللي موجود فاشل في إنه يؤدي الغرض بتاعه، والأب بيشوف إن المدرسة ملهاش أي لازمة. الفرضية دي ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط. وعلشان نتأكد من صحة الفرضية اللي حطيناها، محتاجين نحدد تصميم أو شكل للبحث، ودي تاني نقطة هنتكلم عنها. تصميم البحث ده عبارة عن الإطار اللي من خلاله هنعرض المشكلة أو الظاهرة اللي عايزين ندرسها. بيساعدنا في إننا نبقى عارفين كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نثبت صحة الفرضية دي، هنجيبها ازاي، واذا كنا هنستخدم رسومات بيانية ولا لا. يعني تقدر تقول كل حاجة ليها علاقة بالشكل بتاع البحث. فممكن نلم المعلومات او البيانات دي مثلا من كتب، ابحاث، مقالات ليها علاقة بالظاهرة اللي عايزين ندرسها، واللي هي هنا الأطفال بتسيب التعليم وبتشتغل، أو نسأل دكاترة وناس متخصصين في الموضوع ده، أو عن طريق شوية أسئلة بنوزعها عليهم، أو إن احنا ننزل نتكلم معاهم، أو نستخدم كل دول مع بعض. بعد ما خلاص حددت الطريقة اللي هلم بيها المعلومات أو البيانات اللي أنا محتاجها، أبتدي أدون المعلومات دي وأتأكد إن هي تمام ومش ناقصة أي حاجة. يعني مثلا لو نزلت اتكلمت معاهم في الشارع واتأكدت إن كتبت كل اللي هم قالوه من غير ما أغير فيه أي حاجة، كل ما كانت المعلومات اللي عندي سليمة، كل ده ما هيساعدني إن أوصل لاستنتاج أدق. وعندنا نوعين من البيانات أو المعلومات الكمية والمعلومات النوعية. المعلومات الكمية هي المعلومات اللي ممكن نعبر عنها بالأرقام. في المثال بتاعنا ممكن تبقى عدد الأطفال اللي سابوا التعليم وراحوا اشتغلوا، وإيه هو معدل أعمار الأطفال دي. أما المعلومات النوعية فدي بتركز على وصف وشرح الفئة المستهدفة اللي هم في الحالة دي بتاعتنا هم الأطفال. ده ممكن يحصل مثلا عن طريق انترفيوهات أو مقابلات معاهم، زي مثلا معلومة الأطفال فرحانين، زعلانين، فدي حاجة مش بنعبر عنها بالأرقام. في أغلب الأوقات علماء الاجتماع بيعتمدوا أكتر على المعلومات الكمية، وده علشان أسهل وأرخص من المعلومات النوعية اللي بتتطلب وقت وجهد كبير عشان تقدر تنزل وتعمل مقابلات وانترفيوهات مع الفئات المستهدفة. مع إن المعلومات النوعية دي في أوقات كتير بتساعدنا إن احنا نفهم المشكلة والظاهرة بعمق أكبر، علشان بنتعامل بصفة مباشرة مع الفئة المستهدفة وبنسمع منهم أكتر. طب عايزين برضو ناخد بالنا من شوية حاجات، سواء واحنا بنتعامل مع المعلومات الكمية أو مع المعلومات النوعية. بالنسبة للمعلومات الكمية، اتأكد إن الأرقام والإحصائيات اللي عندك سليمة ومش قديمة، وحط في اعتبارك إن الحياة أكثر تعقيدا من الأرقام، يعني مش كل حاجة نقدر نعبر عنها بأرقام. أما المعلومات النوعية، حاول تفهم كويس قوي كلام الأشخاص اللي بتعمل انترفيو معاهم، وما تزودش أي حاجة من عندك أو تشيل كلام كان مش عاجبك. في الحلقة دي اتكلمنا عن الخطوة الثالثة من خطوات تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية، وعرفنا إن هي بتتكون من 3 حاجات: الفرضيات، تصميم البحث، والبيانات. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الخطوة الرابعة والأخيرة، وهي الاستنتاج. دوركم بعد ما حددتوا خلاص سؤال البحث، قريتوا مقالات مختلفة وجمعتوا شوية معلومات عن الموضوع اللي عايزين تدرسوه، تبدأوا تحطوا الفرضية بتاعتكم وتقولوا لنا في التعليقات هتجيبوا المعلومات والبيانات بتاعتكم ازاي، وايه هي نوعها، سواء كانت معلومات كمية أو معلومات نوعية.